السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم هاد الغديوة ساهلة وبسيطة وكتوجد دغيا وكلشي غادي نطيبوه في الفران. عندي هنايا القضبان ديال لاداند وعندي بطاطا حتى هي غادي نطيبها في الفران، والقضبان ديال لاداند حتى هما غادي نطيبهم في الفران. وعندي واحد الزعلوك حتى هو كيجي رائع، حتى هو غادي نطيبو حتى هو في الفران. يعني كلشي كنوجدوه في الفران. نتمنى اخواتي تتبعوا الفيديو حتى الاخير، وإلا عجبكم الفيديو خليو لي واحد البصمة. هنايا في المكونات انا غادي نبدا بالزعلوك. انا عندي الدنجال، الدنجال كديروا الكميه اللي بغيتو. هنا عندي 3 ديال الدنجالات، عندي واحد الحبه ديال المطيشه، وربعه الضريسات ديال الثومه. بالنسبه للمطيشه والثومه غادي نخليهم صاينين. الدنجال غادي نقطعوه هكا الانصاف، ومن بعد غادي نقطعو هكا الطريقه اللي موضحه في الفيديو. غادي نقطعو يكون شويه، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ، بهذا السمك هذا. صافي غادي نقطعو، غادي نستمر حتى نساليه كاملو، ومن بعد غادي نوضعو في اللاطه ديال الفران. بالنسبه للدنجال كديروا الكميه اللي بغيتو. انا اكتفيت بهاد الثلاثه ديال الحبات. نتوما كديروا بحال دابا الا بديروا 6 الحبات بحال هكا غديروا 2 حبات ديال المطيشه. المهم كتضعفوا المقادير. بالنسبه لهاد الحبه ديال المطيشه راه كتكون متوسطه. صافي هنايا غادي بعد ما قطعت الدنجال كاملو غادي نديرو في هاد الاناء. غادي نلبسو بالزيت. غادي عندي واحد 4 كاس صغير ديال الزيت، واحد شويه ديال الملحه. الملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي وعندي واحد شويه ديال الزيت، تقريبا ربع كاس. هداك الكاس اللي شفتو راه غير صغير. صافي غادي نلبس هاد الدنجال كله، غادي نحاولوا نلبسوه بهاد الزيت باش يطيب لينا، كيجي بحال مقلي في الزيت، ولكن هو راه طاب غير في الفران. صافي في هاد اللاطه هادي اللي غادي ندخلها الفران، غادي ندهنها حتى هي بشويه ديال الزيت. الزيت غير نباتيه. صافي وغادي نحاول نفرش هذا الدنجال، ونحاول نعزلو مع بعضياتو باش يجي كله طيب. صافي وغادي ندير هذيك الحبه ديال المطيشه وهذيك الثومه. بالنسبه للفران غادي نكون سخنته من قبل من الفوق والتحت. هذه المطيشه هذه حتى هي المهم كما كتشوفوا راه موين، ما صغيره ما كبيره. صافي وغادي ندير هذه الثومه حتى هي بالقشور ديالها، وغادي ندخل الفران حتى يطيب مزيان كياخذ واحد اللون ذهبي. صافي كتقيسوه كتلقاوه راه طاب كتخرجوه. الصراحه هذا الزعلوك هذا كيجي رائع. نتمنى تجربوه بهذه الطريقه هذه، احسن من هذيك الطريقه العاديه باش كنصاوبوا الدنجال. صافي هنا غادي بعد ما دخلت الدنجال للفران غادي ندوز باش نشارك معكم هاد البطاطا حتى هي غادي ندخلها للفران. غادي نخرج هذيك اللاطه ديال الدنجال، وغادي ندخل هاد البطاطا حتى هي. هنا عندي في هذاك نفس الاناء فاش خلطت الدنجال غادي نخلط فيه البطاطا. يعني هاد الغديوه هذه كتجي ساهله وبسيطه، وما نكثرش علينا حتى المواعن، دغيا دغيا كتوجد. صافي هنايا درت شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار والمليحه. كديروا المليحه قياس، حيت البطاطا سلقناها بشويه ديال الملحه. هنا درت شويه ديال الزعتر، حكيته هكا بين يديا، وغادي ندير شويه ديال الزيت الزيتون وشويه ديال الزيت نباتيه. بالنسبه للبطاطا فاش غادي نسلقوها ديروا واحد القطيره ديال الخل، كما قلت لكم وشي ديال الملحه، وتسلق غير نص السلقه. صافي هنا درت شويه ديال الزيت نباتيه وزيت الزيتون ومليحه وهذه التحميره والزعتر. دابا غادي ندير هنايا معلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس. هادو خلطت معاهم الثومه وشويه ديال الملحه، قرطتهم هكا رقيق ودرتهم في هذيك القرعه وعمرت عليهم الزيت. صافي داك الربيع كنخليوه غير في الثلاجه. الصراحه كيجي رائع، كيجي ساهل، وكيجي كيبقى حتى في ديك الطيبه ديالو احسن من هذاك اللي كنديرو في الفريغو. صافي هنايا هذيك البطاطا غادي نلبسها مزيان هذيك العطريه، وراه زدت ليها واحد المعلقه كبيره ديال لا شابلور، غير ما تصورت لياش في هاد اللقطه هادي ما تصورتش. صافي غادي نحاول نفرز هاد البطاطا مع بعضياتها باش تجي كلها هي محمره، والطواره دهنتها حتى هي بشويه الزيت باش ما تلصقش. ولا عندكم هذاك القاعد ديال الفران راه كديروه من الاحسن.
وصافي هنايا غادي ندوز باش نشارك معكم هاد القضبان ديال لادانت، حتى هما غادي نديرهم في نفس هذيك الاناء. كما قلت لكم راه ما غاديش نفسخوا الماء يعني بزاف. صافي هنايا عندي نص كيلو ديال لادانت. غادي ندير ليه هذا شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، تقريبا نفس العطريه اللي درت في البطاطا، غير هنا غادي نزيد واحد الاضافه اخرى. عندي هنايا الخرقوم. المهم العطريه كديروا شويه شويه من كل حاجه. سكنجبير، كديروا هذا راس معلقه ديال الكمون. صافي وغادي ندير شويه ديال الزعتر، غنحكو هكا بين يديا. كيجي رائع هذا الزعتر في هذا القضبان ديال لادانت، كيعطيهم واحد النسمه رائعه. وهنا غادي ندير واحد المعلقه كبيره حتى هي ديال هذاك الربيع اللي فيه الثومه. الصراحه هذا الربيع هذا كينفع مزيان بلا ما نبقاو كل مره نقرضوا الثومه والربيع. صافي هنايا هاد الاضافه هذه اللي زدت هي ديك الصلصه ديال الشواء، كتزيدهم واحد اللذه رائعه. وهنايا درت واحد المعلقه تقريبا كبيره ديال صلصه الصوجه. انا عندي هاد الثقيله هذه، عندي الثقيله ولا عندكم الخفيفه كدير 2 معالق كبار. وهنايا غادي نزيد شويه ديال البصله، البصله جافه، البصله اليابسه، وواحد العصيره ديال الحامض. عندي هاد نصف حامضه حتى هي غادي نعصرها. وغادي نرقد هاد القضبان هذا باش ما خليتهم مرتاحوا، باش ما كيجيو فتيين وكيجيو بنان. صافي انا كما قلت لكم راه عندي غير نص كيلو ديال هاد اللدنت هذا. ولا عندكم الدجاج حتى هو كديروه بلاصه لدنت، الدجاج كاع كيجي احسن. والصراحه حتى لدنت بهاد الشرموله هادي وبهاد سميتو كيجي فتي وكيجي رطب. صافي غادي نغطيوه ونخليه يرتاح بما نخرج هذيك البطاطا، بما طيب ليا الدنجال والبطاطا. وغادي ندخل حتى هو هاد القضبان ديال الثلاثان حتى هما غادي ندخلهم من الفران. صافي بعد ما خرجت الدنجال ديالي من الفران كيجي هكا، كيجي محمر، كيجي طايب كله. صافي دابا غادي ندوز باش نديروه في المقله دغيا دغيا. فهاد المقيله هذه غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه، وغادي ندير هذيك الحبه ديال المطيشه، غادي نحيد لها ديك القشره وغادي نخليها بهذه الطريقه هكا. وغادي نخليها حتى طيب مزيان في وسط هذيك الزويته، راه دغيا دغيا كطيب حيت اصلا هي راه طابت في الفران. نتوما حتى هي راه طايبه، كل شيء راه طايب، راه غير نديرو هكا ديك المطيشه باش المهم باش ياخذ لينا البنه ديال هكا مع المطيشه والعطريه. صافي هنا غادي نزيد الدنجال بعد ما طابت ديك المطيشه. زدت الدنجال، العطريه اللي فيها غير البزار والكمون والتحميره، ما ديروش السكنجبير والخرقوم. صافي وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال هذاك الربيع اللي مخلط، وإلا عندكم الطريره كديروها شي شويه. صافي غادي نحرك مزيان وغادي ندير واحد العصره ديال الحامض، كيجي كيعطي واحد اللذه رائعه. صافي وتيكون معنا واجد. غادي نطفي عليه البوطه وغادي نخليه، يعني راه ما كاملاش دقيقه ولا 2 دقائق، دغيا دغيا كنطيبوه في هكا، يعني ما كياخذش الوقت. اصلا راه كلشي طيب، كيجي معلك، كيجي رائع، كيجي لذيذ. جربوه بهذه الطريقه. دابا غادي ندوز لهذا نشارك معكم البطاطا حتى هي بعد ما خرجتها من الفران. كتجي مقرمله من برا وكتجي معلكه من الداخل. هانتوما كما كتلاحظوا الفيديو موضح كل شيء. انا الصراحه ما بقيتش كنقلي البطاطا، مره كنقليها ماشي دائما. صافي ها هو الدنجال ديالي بعد ما طاب كيجي على هذا الشكل، كيجي لذيذ، ترافقوا به اي حاجه. وغادي ندوز دابا باش ندير هذوك القطيبات حتى هما في الفران. صافي هنايا عندي شويه ديال البصله، شويه ديال الفلفله خضراء، الا عندكم فلفله الوان حتى هي راه كديروا هكا، فلفله حمراء، فلفله صفراء، بين كل لحمه. صافي حتى كتساليو بهذه الطريقه هذه، كتساليوهم كاملين وغادي توضعوهم حتى هما في الفران مشعل. اصلا الفران راه اصلا عندنا حنا سخون. كنخليه بعد ما كنخرج منه البطاطا والدنجال كيبقى سخون. صافي كنخليه على هكا على العافيه، هكا من الفوق لتحت، والعافيه تكون مجهده باش هاد القضبان هذا ما يطلقوش لينا الماء وما يجيوش يابسين باش يطيبوا دغيا. صافي كنستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنساليهم.
بالنسبة لهاد القضبان هذا إلا عندكم هادوك ديال العواد من الأحسن أنا ما بقاوش عندي، هي كتفزقوهم في الماء مزيان صافي وكديروا فيهم هاد القطيبات. صافي هنايا كندخلهم للفران وهذا هو الزعلوك ديالي بعد ما وجد. كيعطيني هاد الكمية هذا الصراحة كيجي المهم راه كيما قلت لكم إلا بغيتو كمية كتر كتضاعفوا المقادير. صافي هنا عندي صافي وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال إعجابكم وتجربوا هاد الوصفات. وديروا تخليو ليا واحد البصمة لحقاش غبت بزاف على اليوتيوب باش اليوتيوب يسجل الحضور ديالي. صافي وهنايا وهنايا غادي عندي هنايا هاد المطيشة والسفرج اللي حطاهم شاركت بهم هاد الأطباق هادو. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.